ندخل بقى على الباثوفيسيولوجي اللي هو الميكانيزم بتاعه الهايبرتنشن. اول حاجه بيحصل زياده في الكاردياك اوتبوت، فيحصل زياده في البريفرال ريزيستنس اللي هو مقاومه الاوعيه الطرفيه، فيحصل خلل في الريس دي بقى قلنا هنشرحها دلوقتي، وهي الرينين انجيوتنسين الدوستيرون سيستم، زي الصوره اللي ظاهره قدامنا كده بالظبط. معانا حاجه اسمها انجيوتنسينوجين بيكون في الكبد، فالكليه تفرز هرمون الرينين اللي بيحوله لانجيوتنسين 1، فتقوم الكليه تفرز ACE، وده اللي هو انجيوتنسين كونفرتنج انزيم، فيحول الانجيوتنسين 1 لانجيوتنسين 2 اللي هو بيروح يعمل حاجتين: بيخش على الاوعيه يعمل فازو كونستريكشن بيضيق الاوعيه، وكمان يحفز الادرينال جلاند تفرز الالدوستيرون، فيؤدي لاضطراب في توازن الصوديوم والميه.